افكتات في كاب كات عندي انا متاكد انها مش موجوده عندك دلوقتي، وحاجات بصراحه خلت استخدام البرنامج معايا مختلف تماما، وتقريبا من غيرها انا ما كنتش هستخدم كاب كات اصلا. حاجات زي الديب جلو وال3 دي اللي ممكن تستخدمها في تكست او ايكون او صوره، وحاجات تانية كتير. الفكرة ببساطة ان كاب كات مش بينزل كل حاجة لكل الناس في نفس الوقت، في مميزات بتظهر الاول في النسخة الاجنبية وبعدين بتنزل في نسخة الشرق الاوسط، وعشان كده بدل ما استنى انا بستخدم طريقة بسيطة جدا بتخليني اوصل لكل المميزات اللي موجودة في النسخة الاجنبية. كل اللي بعمله اني بستخدم برنامج بروتون في بي ان. هنروح على جوجل ونبحث عن بروتون في بي ان، نختار اول نتيجة، بعدين نحمل البرنامج ده بروتون في بي ان. هتعمل اكونت، خلص اللازم بعدين يتحمله. هنا فتح لنا رومانيا، احنا مش عايزين رومانيا، هنضغط تشينج سيرفر. دلوقتي فتح لنا كندا، تعال نجرب. هنفتح كاب كات، هنخش على قائمة الافكتس، هنبحث عن جلو 2، ما لقيناهوش، يبقى نقفل ده تاني، نعمل تشينج سيرفر. طبعا احنا بعد ما معاناه وجربنا سيرفرات كتير فتح لنا سيرفر الولايات المتحده الامريكيه، فبحثنا على جلوتو لقيناه موجود اهو. اللي هنعمله ببساطه ان احنا هنحمل افكت بعدين نحطه في المفضله، واي افكت عاوزين نحملوه يعني لف كده في قائمه الافكتات دي لفه حلوه، واي افكت عجبك حمله واعمله في المفضله. الف الفيفورتس هنا وافتح هنا هتلاقيه موجود. نبحث مثلا على افكت بلاير 3 بتاع ال 3 دي، هنلاقيه موجود معانا هنا، هنحمله ونحطه في الفيفوريت. هنخش هنا هنلاقيهم موجودين. طالما هم اتحملوا هنا انت هتطلع تقفل الفي بي ان عادي، وكل ما تفتح الجهاز اقفل الفي بي ان عشان ده هيأثر على النت بتاعك. بس كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لنا فولو، وما تنساش تعمل سبسكرايب على قناه اليوتيوب، بننزل شروحات هناك جامده جدا. اكتب لي كومنت وهبعت لك لينك الموقع الخاص. ولو انت ما تعرفش ان في